أبو عبد الله عمرو بن العاص ابن وائل السهمي القرشي الكناني، صحابي جليل، وأحد القادة الأربعة في الفتح الإسلامي للشام، وقائد الفتح الإسلامي لمصر، وأول وال مسلم على مصر بعد فتحها. كان عمرو من سادة قريش في الجاهلية، فأبوه هو العاص بن وائل السهمي، وكان يحترف التجارة، فسافر بتجارته إلى الشام واليمن ومصر والحبشة، كما كان من فرسان قريش. أرسلته قريش إلى النجاشي ملك الحبشة ليرد عليهم من هاجر من المسلمين إلى بلاده. حضر عمرو بن العاص غزوة بدر مع قريش ضد المسلمين، ثم حضر غزوة أحد، ثم غزوة الخندق. وفي السنة 8 للهجرة اتجه إلى المدينة المنورة، فالتقى في الطريق بخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، فدخل ثلاثتهم المدينة المنورة في صفر عام 8 للهجرة معلنين إسلامهم. وحينها قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ أكبادها. بعد إسلامه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى ذات السلاسل في جمادى الآخرة سنة 8 للهجرة، ثم في سرية أخرى لهدم صنم سواع في رمضان سنة 8 للهجرة. وبعد فتح مكة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملكي عمان بكتاب يدعوهما إلى الإسلام، وبعد إسلامهم عينه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على الزكاة والصدقات بها، وظل هناك حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. استعمله أبو بكر قائدا عسكريا في حروب الردة، ثم وجهه لفتح فلسطين على رأس 7000 مقاتل، فبدأ المناوشات في فلسطين، والتقى تحت قيادة خالد بن الوليد في معركة أجنادين، وشارك في معركة فحل وحصار دمشق، وكان على رأس الميمنة في معركة اليرموك. ثم فتح نابلس واللد ونواحيها وعمواس وبيت جبرين، ثم هبط جنوبا ففتح رفح وعسقلان، وكان قد فتح غزة في عهد أبي بكر، وحاصر قيصرية، وبدأ حصار بيت المقدس. ثم انضم إليه أبو عبيدة ابن الجراح، فأصبح تحت قيادة أبي عبيدة. ولما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس استخلفه على الشام. عرض عمرو رضي الله عنه على الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح مصر، وطلب السماح له بالمسير إليها، فسار إليها ففتح العريش حتى وصل إلى الفارما، ثم صار إلى بلبيس، وفتح خلال سيره سنهور، وطلب من عمر المدد، فأرسل له فرقة بقيادة الزبير بن العوام، ثم سيطروا على إقليم الفيوم، وحاصر حصن بابليون حتى سقط في أيديهم في ربيع الآخر سنة 20 هجرية، وأعطى أهل مصر الأمان. ثم ذهب لفتح الإسكندرية وحاصرها، وانتهى باتفاق صلح، وخرج منها البيزنطيون في 21 من الهجرة، وأعطى أهلها الأمان. وأصبح عمرو أول وال مسلم على مصر، وأنشأ مدينة الفسطاط، وبنى فيها أول جامع في مصر عرف باسمه لاحقا. عزله الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه عن ولاية مصر سنة 24، ثم تولى ولاية مصر مرة أخرى في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. توفي عمرو رضي الله عنه ليلة عيد الفطر سنة 43 هجرية في مصر، وله من العمر 88 عاما، ودفن قرب المقطم. عرف عمرو رضي الله عنه بالدهاء والذكاء والفطنة قبل الإسلام وبعده، حتى وصف بداهية العرب، كما اشتهر عمرو رضي الله عنه ببلاغته وفصاحته ورصانة شعره، وله من الخطب الكثير، وروى عددا قليلا من الأحاديث النبوية تبلغ حوالي
40 حديثا.